وتشرب السطور كلنا نقوف البوكا الكبيدة ودابا يجي المعد. ظهر مؤخرا صانع المحتوى المغربي الجنسية قاطن بنواحي الرباط بالقرب من مدينة سلا. رحبوا معنا إخواني الكرام ببطل الأبطال بيلوطة، استلهم اسمه من أنثى سائقة الطائرة والتي هي بيلوطة واسم الذكر بيلوت. بدأ أخونا في القرونة بمحتوى جديد متعفن وهو انتقاد البطولة الوطنية المغربية المحترفة مقارنة بالبطولة الجزائرية فقط. ولكن الدوري صعب جدا يا بركات، ودوري قوي، ودوري انا سعيد اني بشتغل فيه. يظن البعض ان اخونا بيلوطة تهمه الكرة المغربية ويريد تطويرها، لكن الحقيقة المظلمة هي ان هدفه الاول هو المشاهدات، فان كان انتقاد البطولة سوف يجلب المشاهدات فمرحبا بالانتقادات، وحتى ان كانت على الدوري الانجليزي. فمثلا إذا أردنا أن نقوم بمثل هذه الفيديوهات للمدعو بيلوطة في دوريات أخرى قوية، هنا إخواني الكرام سنقوم بتجربة صغيرة لنبث لكم صحة كلامنا. الفرق بيننا وبينهم إخواني الكرام ليس في الخباطات والكوداس، فنحن نتوفر على أفضل المواهب التي تضيع في البحراوي علال. الفرق العظيم إخواني الكرام في الصحة والتعليم والتكوين، وإذا اختلفت الظروف والمكان فلا تقارن النتيجة ولا تصدع لنا رأسنا. من السلبيات التي يساهم فيها أنثى سائق الطائرة وهي تشويه سمعة الكرة المغربية، والتي إذا قارنتها بإفريقيا فستجد أنها الأقوى بهذا المستوى الذي ينتقده المدعو بيلوطة. يمنع اللاعبين المغاربة بالاحتراف بالدوريات العربية الأخرى، لأنه دائما ما يبخس ثمن اللاعب المغربي، رغم أن مثل هذه الأثمنة منتشرة بالعالم كله، وهي منظومة عالمية تعطي الكثير من المال لمن يساهم في إلهاء الشعوب، وليس للاعب المغربي أي يد في هذا، لأنه لا يلهينا. ونلاحظ إخواني الكرام أن مشجعيه وبيلوطة لديهم مشكل حسد وحقد كبير على من يكسب المال، وهذا هو المشكل الكبير والذي سوف ندرج الشمس بالغربال ولن نعترف به. فلو كان اللاعب المغربي يتقاضى 2000 درهما في الشهر والسميك فلن ينتقده شخص. أخونا في القرونة لا ينتقد جميع المقابلات، فهو يعزل الماتشات الذي يريدها، والمقياس عنده هو المشاهدات والتفاعل. مؤخرا وجد التفاعل مع الجماهير الودادية، والتقط الجماهير بطريقة غبية تجلب التفاعل والمشاهدات، وشكر في نفس الوقت، أو التعبير الصحيح هو لحس الجماهير الرجاوية والفراوية، وصرح أن جمهور الوداد يفرح ب3 تمريرات ضد فريق المحمدية، وفي نفس الوقت انتقص من فرقة مدينة الزهور. وشكر في نفس الوقت جمهور الرجاء والرباط، وأيضا أعجب بطريقة لعب الفريقين، وهذا تناقض كبير، فكل فرق البطولة الانحرافية لا يوجد فرق بينها، فالكل لهم مستوى واحد. الفرق الوحيد الموجود هو الأموال التي تترعرع والسلطة والنفوذ، وليس مستوى اللعب، والدليل هو عصبة الأبطال الإفريقية. الانتقاد بهدف المشاهدات لا يمكن أن ينتهي، وسهل جدا أن تنتقد الكرة الوطنية، لكن الصعب هو المساهمة في إصلاحها وتسويقها جيدا. في العالم الموازي كان بيلوطة ينتقد أي شيء في البلاد.
بغيت نهضر على الدراري اللي كيربيو الكلاب. اخويا كتربي شي كلب الله يسهل عليك، الله يجعلو يكبر في عزك. غا هو اخويا الله يرحم لك الوالدين، الله يخلي لك امي مسكينه باقا في الحياه. يا ما خويا الا ما شد كلبك حداك كيفاش عرفتي في ديك اللحظه ما تنكرهش نكون شي مالن نعض دمك نجبد لامك الموليه ديال رجليك نجبدها لك نوريك شنو هي ما نخافش. مما تبين لنا أن هوايته المفضلة هي الانتقاد. واش انت كلب؟ انت كلب عارف الغرائز اللي عندك في الدماغ ديك، عارف كلشي. يمثل دور القلم الأحمر. شد الزمر ديالك حداك صاحبي، شد الزمر ديالك حداك صاحبي، وكون شويه مربي في دماغك صاحبي. والأستاذ المصحح، نتمنى من إخواني الكرام تغيير طريقة تقديم هذا النوع من المحتوى والانتقاد بطريقة أدبية تكون مفيدة. نصيحة لصانعي المحتوى: لا تنتقص من بلادك وأبنائها وأي شيء له علاقة به. يقول المثال الشعبي: إذا خنز اللحم فصاحبه هو من سيحمله. إلى هنا إخواني الكرام سينتهي الإرسال والهربة لمن استطاع، ونراكم في أوروبا لاحقا.